السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو اللي فات شفنا الركنة ديت وهي بتتشطب في التنجيد بتاعها. في الفيديو دوت الركنة تمام متشطبة قدامنا اهيت. السرير الميكانيزم بتاعنا مفتوح زي ما شايفين. القاعدة عندنا قاعدة ثابتة على عكس الركنة البيج اللي كانت قبل ديت، كانت نفس المقاسات ونفس الستايل، لكن الشلت كان العميل عايزها متحركة مع السرير الثابت، فكانت فيها تكة كده مش من اصول الشغل. فالفيديو بالشرح موجود كله على قناة فنون التنجيد. زوجي بيشرح بقى يعني الحتة ديت بتبقى مش حلوة ليه. لو دخلتوا على الفيديو هتفهموا النقطة ديت. تمام. فعندي الركنة متشطبة هي، فاضل لها الشلت بتاعة الظهر. الشلت بتاعة الظهر عندي هتبقى نغز زي النغز اللي في القاعدة ديت، وكمان الكوشن الصغير هيبقى فاضل. ده القماش الكتان اللي دايما بنتكلم عنه واللي الناس بتسأل عليه. الكتان يا جماعة اللي من غير بطانة، ده الكتان الصافي. تمام. الخامة ديت بنشتغل بيها في معظم الشغل بتاعنا. بس ده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.